ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الملائكة قال لك انه خلق شياطين كمان، ولما خلق النور خلق الظلام كمان. فانت ما ينفعش انك انت تفكر ان كل الناس عندها البيوريتي دي والبراءة دي، وإلا هيجيلك الجانب المظلم منهم علشان يوريك ان في جانب تاني في الحياة، ويكون درسك انك تفهم ان في جانب تاني في الحياة. يعني انك لازم تفعل حسن التمييز وتفعل الين واليانج عندك، اللي هو انك انت بقلبك وبعقلك بتشوف الكلام او بتعقل الكلام، او بيبقى عندك حسن تمييز، مش هو كل الناس طيبة وكل الناس مفيش احسن من كده. الفكرة دي الحتة دي لو عندك انت هتتعرض فعلا برضو لحاجات كتير عشان تبين لك الجانب المظلم منهم. لازم يبقى عندك حسن تمييز. جسدك ربنا سبحانه وتعالى خلقه عنده حسن تمييز. ازاي؟ يعني انت لما بتقابل حد لأول مرة وبتلاقي نفسك عندك انقباض في قلبك او غصة او ما غصة كده، او جسمك بيقول لك انتبه، خلي بالك. جسمك نفسه عنده حسن تمييز. على فكرة الجسد لا يكذب ابدا. اي احساس جسدي انت بتحسه، بالذات لاول مره لما بتقابل حد او بتروح مكان او كده، الاحساس ده لازم تعيره انتباهك وتصدقه جدا، لان هو اصدق احساس. هترجع وتلف تاني وتقول اصل انا كنت في الموقف ده حسيت، اول ما شفته حسيت. الاحساس ده هو اللي لازم تصدقه. على فكرة لو ما عندكش حسن تمييز حتى في أنبل المجالات اللي هي الروحانيات والطاقة والاتصال والحاجات دي، انت ممكن تتعرض على فكرة للنصابين والدجالين والمعلمين اللي حواليهم ناس